بنشوف جرو ولوسي وهما بيحضروا للبنات الفطار، وبنلاحظ ان اجنس متضايقه جدا وبتقول لوالدها انه ما ينفعش يقول لحد على اسمها المزيف لانها كده هتكون بتكذب. فبيحاول جرو انه يقنعها بس ما بتقتنعش، وبعدها لوسي بتقول لجرو انها هتاخد ايدس واجنس لتمارين الكاراتيه، وبتطلب منه انه يوصل مارجو للمدرسه ويهتم بجونيور. فبياخده وبيخلي المنيوز يركبوه في العربيه، وقبل ما جرو يركب بيشوف جارو وبيروح يسلم عليه وبيعرفه بنفسه، بس جارو ما بيكونش مهتم وبيبان عليه انه شخص متكبر جدا. ووقتها بتيجي بنته واسمها بوبي وما بتديش لمارجو وجرو اي اهتمام، وبتركب مع والدها العربيه وبيمشوا. وبعد كده جرو بياخد مارجو وبيوصلها للمدرسه وبيتمنى لها يوم سعيد. وبيتصدم جرو لما بيشوف بوبي وهي بتبصله بصه شريره جدا، فبيخاف منها وبيمشي بالعربيه. وبعدها بنشوف المنيوز وهم موجودين في مكافحه منظمه الاشرار، وهم بيلعبوا في كل حاجه بتيجي قدامهم. ووقتها بيجي رئيس المنظمه وبيجمعهم كلهم وبيفهمهم انهم هنا عشان يقبضوا على ماكسيم الشرير، وبيقول لهم انه عايز متطوعين منهم يكونوا اذكياء وشجعان واقوياء. وبنلاقي ان محدش منهم بيكون عايز يتطوع، فكلهم بيرجعوا لورا وبيورطوا 5 منهم وبيفضلوا يتريقوا عليهم. ووقتها رئيس المنظمه بيفهمهم انهم دلوقتي شغالين على تطوير عملاء خارقين، وبياخد ال5 وبيفرجهم على كبسولات معينه، وبعد كده بيدخلهم جواها وبيبدا يشغل التجربه. ومجرد ما تنتهي بيكون كل واحد من المنيوز من ال5 دول عندهم قوه خارقه عن التاني.